يوم في حياة ام في اسكندريه، وركزوا في الفيديو ده عشان هيعجبكم قوي. طبعا بقالي كذا يوم بحضر عشان رايحين اسكندريه، وبعد كده بقى ايه صحيت لبست وردوده ولبست ونزلت، واحنا كده بقى في الطريق. اظن كده انتوا عرفتوا احنا رايحين فين. وانا كنت حاجزه في فندق ميرامار في اسكندريه قدام كازينو الشاطبي. حقيقي الفندق خطير، كل التيم هناك حلوه قوي، واكتر مكان مريح هتنزلوا فيه في اسكندريه، وكمان الفايبس فيه خطيره. كمان المكان مجهز من كل حاجه ومريح جدا، يعني لو حابين تفصلوا يومين في اسكندريه مفيش احسن من فندق ميرامار لانه نضيف جدا، كمان التيم اللي فيه متعاون قوي. اول حاجه بقى رحنا الشقه الفندقيه، وفعلا يا جماعه خطيره خطيره خطيره، الفيو فيها كان تحفه. واحلى حاجه بقى ان الفيو بيطلع على البحر، وحقيقه يا جماعه فيها قاعده الفايبس بتاعتها تحفه سواء بالليل او الصبح او وقت الغروب كده، خطيره بجد. انا كنت منبهره جدا ومبسوطه قوي. الحلو بقى ان الشقه الفندقيه فيها كذا روم، يعني لو انتوا عيله بجد هتنبسطوا جدا، وهتكون حلوه قوي قوي الشقه الفندقيه، وكمان سعرها خطير مقارنه بجد بالمعامله والفايبس وكل حاجه. هنا بقى كنت جهزت فطار وقعدنا نفطر على الفيو الخطير ده، وحقيقه انا كنت مبسوطه قوي، وحقيقه اكتر يومين فصلت فيهم. تاني يوم بقى حبيت ان انا انقل في غرفه تانية، فنقلت في غرفه تكساس، برضو الفيو بتاعها على البحر، وبجد يا جماعه الشكل كان مريح نفسيا، انا ما كنتش عايزه امشي، وحقيقي المكان نضيف جدا. وانا اكتر حاجه بتفرق لي في اي مكان اروحه انه يكون نضيف بجد، الروم وكل حاجه كانت نضيفه جدا، ومهتمين بكل الديتيلز هناك من كل حاجه. حقيقي فندق ميرامار ارشحه لاي حد حابب انه رايح يومين اسكندريه يفصل. اكتر فندق هتلاقوا فيه اعلى خدمه فندقيه، كمان التيم هناك حلو جدا وهتكونوا مرتاحين. هنا بقى اليوم التاني وكنا خلاص هنمشي، بس نزلنا شويه كده نتمشى، وبعد كده بقى خلاص احنا ماشيين، وبجد انا زعلانه قوي لان فعلا كنا مبسوطين قوي كده. اليوم بتاعنا خلص.